ازيكم عاملين ايه؟ صباح الخير او مساء الخير حسب ما بتشوفوا الفيديو. النهارده حابه اعمل معاكم فيديو بسيط كده عن بعض المشتريات، بس هي حاجه شويه بره الصندوق. هي مش ميك اب ولا سكين كير ولا ملابس ولا اي حاجه ولا اكل ولا كل الكلام ده. انا بس حبيت اعمل حاجه بره الصندوق. بمعنى في ظل الغلاء اللي احنا فيه، وان الحاجة غالية قوي، خصوصا اللي هي زي الكريمات والبرفيوم والشاور والحاجات دي. حبيت ان انا يعني اعمل براند صغنطط كده على قدي. في نفس الوقت انا كنت حابة ان انا اصنع كريمات وحاجات يعني تكون طبيعية، وتكون يعني على قد الايد زي ما بيقولوا. انا جبت حاجات بناء على ان انا كنت اخدت كورسات مع بعض الدكاترة الصيدلانيين. فكنت حابة يعني أديكوا كده نبذة عن بعض الحاجات اللي أنا اشتريتها ومنين. عشان برضو لو في حد حابب ان هو يعمل البراند بتاعه او حابب ان هو يجرب في حاجة بسيطة تجرب برضو. ولو في اي حاجة عايزين تستفسروا عنها ممكن تقدروا تسألوني في الكومنت. تعالوا نبدأ مع بعض ونشوف انا جبت الحاجات دي منين واسعارها ايه. اول حاجه انا جبت الحاجات دي من شركه اسمها كيماتيك اليكس. الشركه دي موجوده هنا في اسكندريه في المنشيه. بنطلب منهم من خلال صفحه الفيسبوك او آه، سوري من على الفيسبوك. ايوه، والبنات هم بيدوكي ارقامهم، يعني اللي هم اللي بيشتغلوا في الشركه، يعني بيدوكي الارقام وانت بتتواصلي معاهم على الواتساب وبتطلبي منهم الحاجه اللي انت عاوزاها، لان هي مش متوفره في المقر، هي موجوده في المخازن. فانت بتطلبيها وبعدها مثلا بيوم او اتنين بيقولوا لك ان هي وصلت. حضرتك حابه بتروحي تستلميها من المنشيه، او حضرتك بتتبعت لك الحاجه شحن على البيت، طبعا بمصاريف شحن. عايزه اقول لكم هي شركه محترمه جدا، وهما ناس ذوق جدا جدا، وكمان بيبعتوا عينات من بعض المنتجات اللي هم مصنعينها مع الاوردر كهديه يعني. حاجتهم ممتازه بصراحه، يعني ما شفتش منهم اي مشكله. يعني انا طلبت منهم اوردر مره واتنين. حاجتهم كويسه جدا. بس هم عندهم عيب واحد، ان هو الحاجه يعني بدايه من ربع كيلو، مفيش بالجرام، فهي دي العائق الوحيد، لان في حاجات يعني اسعارها غاليه جدا، اسعارها يعني فوق الألف والألفين وحاجات كده. طبعا زي الحاجات اللي هي الكولاجين والفيتامينز والحاجات دي، فالحاجات دي يعني تبقى عاملة مشكلة شوية ان انا اخد ربع، فانا مش هستخدم الكمية كلها، انا محتاجة بس حاجة بسيطة. فاتمنى ان هما يعني يفتحوا جزء كده ان هما ايه، يبدأوا يبيعوا منه بالجرامات. بس هي دي كانت مشكلتي الوحيدة مع الشركة، غير كده يعني حاجاتهم كويسة جدا. ندخل بقى في الموضوع على طول. آه بسم الله كده. اول حاجة عندنا ده اسمه ايه، ده منتول. ده عشان ريحة العرق، بس هو الريحة اتمسحت سوري الاسم اتمسح من عليه. هي الحاجة بتجيلي في اكياس سودا كده تقريبا، عشان الحاجات دي ما ينفعش تتعرض للضوء. تمام. عندنا كمان ده زنك اوكسايد. ده عشان الالتهابات والبكتيريا، ده ممكن نستخدمه في الكريمات اللي هي زي كريمات حفاضات البيبي، اللي هو الصن بلوك صن سكرين. حلو جدا برضو. عندنا في ايه تاني، عندنا دي اديتا. الاديتا دي هي فيها فايدة مهمة جدا، ان هي آه زي ما بيقولوا بتشيل عسر المية. طبعا لو في حد كيميائي او حاجة هو هيبقى فاهم اللي انا بقوله، اللي هو زي مثلا بتشيل الشوائب والحاجات اللي هي بتكون موجودة في المية. لان دايما بيقولك وانتي بتصنعي المنتجات دي حاولي على قد ما تقدري تجيبي مية مكررة او مية معقمة. بلاش اللي هي المية اللي من الحنفية، ولو مية من الحنفية خلاص مضطرة قوي يعني خدي اللي هي من الفلتر السبع مراحل، وبرضه هتحطي عليها الإيديتا دي. تمام، عشان المنتج بتاعك ما يحصل لهوش تعفن. عندنا دي
ده صمغ كوزميديا جوار، ده بيتحط على الشامبو وعلى حمامات الكريم والحاجات دي. بيدي ترطيب حلو قوي للشعر، كنت جربته في حاجة صغيرة. عندنا هنا برضو، عندنا ده تيتانيوم اوكسايد، ده برضو بيستخدم في الكريمات اللي هي التفتيح والصن بلوك والحاجات دي. عندنا هنا تاني ده هنا ستريل الكحول. ستريل الكحول ده مش عارفه واضح معاكم. بصوا، ستريل الكحول ده ليه اسم تاني اسمه لانت 16. ده نوع من انواع الشموع المستحلبه اللي هي بتعمل لي الكريمات. تمام، وهبقى اعمل معاكم فيديوهات بقى وانا بعمل المنتجات. ده لون مايكا في علبته. عندنا ده طمي الكوالين، ده ممكن بيتحط في السكرابات او ممكن في مزيل عرق. بيدي تفتيح وحلو جدا. عندنا ده الفا اوليفين سلفونات. ده بيتحط على الشامبو اللي هو فري سلفيت. بيدي رغوة وبينظف الشعر كويس جدا، بديل التكسابون اللي هو يعني مش افضل حاجة للشعر، يعني دي مادة اخف كتير منه. عندنا ايه تاني؟ عندنا هنا بي تي ام اس 50. عندنا ده يعني ده افضل نوع شموع، هو طبعا اغلاهم. ده بيتعمل بيه زي ما بيقولوا الكريمات اللي هي الغالية قوي، يعني اللي هو مثلا علبة الكريم تلاقيها مثلا كام 20 ملي او 30 ملي بالكتير، وعلبة الكريم مثلا عاملة 600 700 جنيه. فده بيجيبوه وبيحطوا عليه بقى اللي هو الفيتامين بقى الغالية اللي هي زي الهايلورونيك وفيتامين اي والارجان والحاجات بقى اللي هي الغالية قوي دي. عندنا برضو هنا ده ستيريك اسيد، ده نوع من الشموع برضو، بس كل حاجة طبعا بيبقى ليها حاجة. عندنا ده ايمالجين بي 2، حتى انا هنا برضو بعد ما استلمته كتبت عليه هو بيعمل ايه. ده نوع من الشموع، ده بيربط لي الزيت بالمية. عندنا هنا ده سيسترايل الكحول، ده لانت او مش لانت 16 عشان هو اسمهم بالانجلش قريب شويه من بعض. هو واحد سيسترايل الكحول، تاني ستريل الكحول. ده لانت او، ده برضو من الشموع اللي هي بتعمل لي الكريمات. طبعا هما كلهم كويسين جدا، بس ده اغلاهم شويه، شويتين مش شويه واحده يعني. عندنا هنا برضو دي يوريا، دي بتستخدم في التفتيح وفي التقشير وفي الكريمات اللي هي بتاعت التقشير والتفتيح والتبييض والحاجات دي، بس طبعا بنسب صغيرة جدا جدا. عندنا ايه تاني؟ كل الحاجات دي طبعا ليها ميزان وليها جرامات. عندهم ده لون مايكا برضو. ده هنا الانتوين، ده مانع تحسس. ده لو مثلا انتي في ناس بتبقى طالبة مثلا اللي هي زي كريم مثلا اللي هو تقشير القدمين، اللي هو عشان تشيلي الجلد الزايد والجلد الميت والحاجات دي، فبيبقى محطوط فيه احماض وحاجات كده. في ناس بيبقى عندها نسب تحسس طبعا، لان بشرتك غير بشرتها غير بشرة واحدة تالتة، فاهميني؟ فبنحط ده عشان ما يحصلش تحسس من المنتج. عندنا في ايه تاني؟ طبعا بعتني الفاتورة متغلفة. وفي كمان ده جوه، مش عارفة انتوا شايفينه ولا لا. ده هو متغلف طبعا لان ما ينفعش يبقى بره عشان اي حبة مية هتبوظ الدنيا. ده دفتر بي اتش اللي هو عشان بعد ما اخلص المنتج بتاعي اقيس درجة الحموضة او القلوية بتاعته. طبعا دي الفاتورة ما بعتنها لي برضو.
في عندنا ايه تاني؟ عندنا هنا ده جلايكوليك اسيد. طبعا كنا سمعنا الفترة اللي فاتت اعلانات عن شركة لوريال عاملين لاين جديد بالجلايكوليك اسيد، وان هو بيفتح جدا وبتاع. انا بقى ان شاء الله نويت اعمل كريم بشرة بالجلايكوليك اسيد والحاجات الجميلة دي، ونشوف كده هيعمل معانا ايه. عندنا ده سيترومونيوم كلورايد، ده ماء البلسم. ده يعني زي ما بيقولوا كده اللي بيعمل حمام الكريم من الاخر، يعني ده المكون الاساسي في حمامات الكريم. عندنا ده جليسرين. في هنا عندنا آه، ده ايه ده هنا عندنا بي كيو 7، ده بولي كوانتيريوم 7. ده برضو بيستخدم في الشامبوهات، بيدي طراوة للشعر، وكمان بيشيل الشحنات السالبة. بمعنى في ناس مهما تسرح شعرها لازم تحط عليه سيروم، ولازم تحط عليه حاجات كتير كده عشان تنيم الهيشان اللي فيه، تحسي كأن الشعر متكهرب. بي كيو 7 ده بيشيل الشحنات السالبة اللي موجودة على الشعر، وبيدي طراوة للشعر. عندنا ده مونو بروبالين جلايكول. طبعا انا اللي كاتبه، انا بعد ما استلمت الحاجه انا اللي كاتبه عشان في حاجات طبعا ممكن انساها. ده ماده حافظه ومرطب دهني زي ما انا كاتبه عليه كده. عندنا هنا آه، ده تراي ايثانول. ده برضو مرطب دهني، وده برضو بيربط لي بعض المواد ببعض، يعني بعض الحاجات ببعضها. التراي ده. عندنا هنا ايه ده زيت جوجوبا. طبعا ده غني عن التعريف. تمام. في ايه تاني؟ في حاجات تانية. في هنا ده فليفر نعناع، بيدي ممكن عطر كويس جدا، ولو هتحطيه مثلا على ليب بالم او ليبستيك بيدي نكهة بسيطة جدا. ده بابل جام، ده فليفر برضو. طبعا ما ننساش اهم حاجة بقى في الموضوع ده كله، لازم المادة الحافظة بتاعتك WS1. هي تقريبا دي اشهر مادة حافظة، برضو ناس كتير هتبقى عارفاها. آه عندنا هنا دي زبدة الليمون. في ايه تاني؟ طبعا هنا بقى دي العينات، بس انا مش فاكره الباقي بصراحه حطيتهم فين. ده جزء من العينات. حتى العينات يعني هما ناس محترمين جدا. العينات ممكن انا بطلبها من اختياري عادي جدا. انا طلبت منهم السيرامات لان انا بحب السيرامات جدا، وان شاء الله هبدا في تصنيعها. الحاجات اللي هي بتدي ترطيب حلو قوي للبشره. بصوا ده هنا سيرم ريتينول، وهنا ده سيرم نياسيناميد، وهنا هايلورونيك. حاجتهم حلوة جدا، انا جربتها بصراحة. الحاجات اللي هي التصنيع، وبرضو الحاجات اللي انا اشتريتها كويسة جدا جدا. يعني لحد الان ما شفتش حد اشتكى منهم. انا عن نفسي مفيش اي شكوى مني ليهم. حاجتهم كويسة جدا. نتكلم بقى في اللي احنا عايزين نعمله. طبعا زي ما انتم شايفين الحاجات دي يعني هي كمية شوية، بس كل ده مش مهم قصاد ان ممكن البني ادم يعمل حاجة تكون يعني مفيدة ليه، ما تضرهوش وتوفر عليه هو كتير جدا.
ده الفا اربوتين، بس هو الاسم ممسوح شويه من عليه. ده طبعا الناس اللي عارفه ده يعني جبار في التفتيح، بيتعمل منه سيرم وبيتحط على الكريمات بتاعه التفتيح، هايل جدا وغالي جدا جدا جدا. ده بقى اللي بيتباع بالجرام، والجرام بكتير كتير قوي يعني. آم، اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بالفيديو، اتمنى ان انا ما اكونش طولت عليكم. اشوفكم المره اللي جايه في فيديو جديد، ولو حد حابب يسال على اي حاجه اسالوني في الكومنتات. اشوفكم المره اللي جايه في فيديو جديد. باي باي.